أهلا بكم. ما زال حديثنا متواصل حول الأسوة والقدوة في التاريخ، وما زال حديثنا أيضا متواصل حول النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتناول حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة التي هاجر إليها بعد اشتداد إيذاء الكفار له في مكة كما تقدم في الفيديو السابق. 10 سنين تلك التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، نستطيع أن نتحدث عن أن الله تبارك وتعالى قد مكن له في المدينة المنورة بعد فترة تحدي الصعاب التي تحدثنا عنها في الفيديو السابق، والذي كان عن حياته صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة لمدة 53 سنة. 10 سنين أرسى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسس وقواعد بناء الدولة الإسلامية وكيفية تعاملات ومعاملات الجماعة الإسلامية في تلك الفترة. نستطيع أن نؤكد على أن هذه الأسس وهذه القواعد الأخلاقية والدينية والسياسية والمعرفية قد أفادت البشرية حتى اليوم، وما زالت دولنا حتى هذه اللحظات تأخذ من هذه القواعد وهذه الأسس. واحد، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم عمل ما يشبه بالأمن الاجتماعي والأمن الغذائي عن طريق المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين غالبيتهم تركوا أهلهم وديارهم وأموالهم في مكة المكرمة، وبالتالي هو جاي بمفرده معدم ما معهوش أي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. تلك المؤاخاة التي كان بمقتضاها يرث المهاجري الأنصاري حتى غزوة بدر الكبرى. بعد هذا الوضع بسنتين، في السنة الثانية للهجرة، كان المهاجر يرث الأنصاري زي ما بيرث الإنسان النهاردة أولي قرباه أو زي شرائع الميراث مآلي. بعد غزوة بدر نزلت الآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخت تلك الشريعة وأصبحت الشريعة أن يرث الإنسان أولي قرباه المتعارف عليها لغاية النهاردة. إذن استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المؤاخاة أن يضمن الأمن الاجتماعي والأمن الغذائي للمسلمين المهاجرين. تبقى جزء لم يكن لديه أي شيء، أو جزء فقراء أو جزء معدمون من المهاجرين أو من الأنصار، كانوا يأوون إلى المسجد، إلى المنطقة المسقوفة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأكلون ويشربون ويرتاحون في تلك المنطقة، وسموا أهل الصفة. أهل الصفة لأنهم بيلجأوا للمنطقة المسقوفة من المسجد. كذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه الدستور أو الاتفاقية أو شيء تم التعارف عليه بين المهاجرين والأنصار وبين المسلمين واليهود القاطنين في المدينة المنورة آنذاك. بمقتضى ذلك الدستور أو تلك المعاهدات كان لليهود حرية أن يظلوا على ديانتهم أو أن يدخلوا الإسلام. أيضا كانت بمقتضى هذه الاتفاقيات وهذه البنود
الجماعة الإسلامية أمة واحدة وضعت عصبية القبائل، فلم يصبح هناك قبائل، وإنما أصبحت الجماعة هي جماعة المسلمين. أيضا تم في هذه البنود والاتفاقيات تحديد كيف يتم الدفاع عن المدينة، وكيف يتم تجهيز الجيوش وتجهيز الأفراد في حالة الحرب. 3. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده مقرا للصلاة وللسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بمنصب أو بمهام الرئيس في هذا المكان، فكان يؤم الناس للصلاة، وكان يستشير الناس في القضايا المهمة، أو يستشير المسلمين أو أصحابه في القضايا المهمة، ثم يصدر الرأي بناء على تلك المشورة فيما يشبه عمل البرلمان في أيامنا الحالية. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بقيادة الحرب، كذلك كان يقضي بين الناس فيما اختلفوا فيه كسلطة قضائية. وبالتالي قام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أدار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وقام بمهام أو منصب الرئيس في تلك الفترة. 4. مكن النبي صلى الله عليه وسلم، وده مهم جدا وما زلنا لحد النهاردة بنتكلم عنه، مكن النبي صلى الله عليه وسلم للشباب. وطبعا في أكتر من موقف، ولكن الحادثة الأشهر هي أنه ولى قيادة الجيش لسيدنا أسامة بن زيد، والجيش ده كان فيه سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وكبار الصحابة غيرهم. ولى أسامة بن زيد اللي كان عمره في تلك الفترة حسب بعض الروايات 19 أو 18 سنة، وحسب روايات أخرى 20 سنة. وقد احتج بعض كبار الصحابة على هذه التولية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل على موقفه بتولية أسامة، وبالتالي مكن النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، وفي هذا أكيد الأسوة والقدوة اللي بنتكلم عنها. كذلك أدار النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات التي تلت، ده رقم 5، أدار النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات والمفاوضات التي تلت إذن ربنا تبارك وتعالى للمسلمين بالجهاد. وكان أولها طبعا بعد السرايا والحاجات دي، كان أولها غزوة بدر، وكان في غزوة أحد، وكان في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وكان في غزوة مؤتة وغيرها. أدار النبي صلى الله عليه وسلم بحنكة شديدة، حنكة سياسية شديدة، هذه الحروب بما تستلزمه تلك الحروب من استخبارات واستكشافات، ومعرفة عدد العدو وعدته وسلاحه، ومعرفة قادته وغير ذلك. أدار النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحروب بحنكة سياسية، كما أدار المفاوضات التي تلت هذه الحروب عندما أراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة معتمرا، واعترضت قريش ودخلوا في حاجة اسمها صلح الحديبية. أدار النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاوضات بحنكة سياسية كبرى، رغم اعتراض كبار الصحابة أيضا على ما توصلت إليه تلك المفاوضات وعلى بنود صلح الحديبية. 6. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم العنصر النسائي طيلة فترة وجوده في المدينة، وأخذ برأي النساء، عشان بس نعرف قد إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دولة كاملة متكاملة، حيث استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأي زوجته أم المؤمنين التي أشارت عليه عندما اعترض كبار الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يرضيهم إزاي، فقالت له: أنت القدوة والأسوة لهم، إذا خرجت فذبحت الهدي ونويت العودة إلى المدينة المنورة فإنهم سيستجيبون لك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مثل ما أشارت عليه زوجته أم المؤمنين، وبالفعل اقتدى الصحابة بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
وعاد النبي صلى الله عليه وسلم طبقا لبنود صلح الحديبية إلى المدينة المنورة. كذلك وده رقم 7، ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل والأسوة والقدوة الحسنة عندما عاد إلى مكة فاتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، عندما عاد إلى مكة فاتحا إياها، وقال لكفار قريش أو لأهل قريش أو للمجموعة الموجودة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فضرب المثل صلى الله عليه وسلم في التسامح الأشد والتسامح الأكبر والتسامح الذي ليس له مثيل. 8، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع التي حوت الكثير من الأسرار ومن الوصايا ومن الخلق الكريم ومن الأسس التي لو سرنا عليها اجتماعيا لسرنا متقدمين ولصارت أخلاقنا في السماء. في هذه الخطبة احتوت على كثير من الأسس الاجتماعية والأسس الدينية والأسس الشرائعية لمعاملة الناس بعضهم لبعض وللمعايشة دون النظر إلى دين ودون النظر إلى أي شيء، إنما لكم دينكم ولي دين. كما أسست إلى القواعد التي تؤسس العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم، وصى بالنساء خير، وصى بأهل الذمة خير، وصى بوصايا كثيرة في هذه الخطبة الجامعة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم صلى الله عليه وسلم بمناسبة مولده. كل عام أنتم بخير. نتمنى أن نكون قد جمعنا ما يمكن جمعه في هذه الفيديوهات البسيطة حول النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. أراكم على خير. تحياتي.